مرحبا بكم. هذا المرة الوجهة تاعي كانت بتنس، رايحين تعيشوا معايا متعة الرحلة والمغامرة، وكذلك رايحين تشوفوا معايا بعض الأماكن السياحية التي تستاهل الزيارة. الجولة تاعي السياحية راهي متواصلة بمدينة تونس، راه معايا الصديق تاعي وشيخ تاع الشيخ تاع يوسف، الله يبارك له. تعبتوني شوية. ممكن لكم هذا هو المسجد مسجد سيدي أحمد بن غزال المشهور بمدينة تونس. كذلك جينا غير في طريقنا رايحين للبحر الألوان، لقينا هذا التحفة. على باليش شحال فيها، هي ماهيش كبيره بزاف هذه المغاره هذه، صح. راكم تشوفوا في الفيديو ندير تيو هنا الميساج للناس تونس باللي جينا نزوروا بلادكم ونستكشف بعض المناطق السياحيه. انايا مصروع من راسي هنا، ولكن الحمد لله سلامات. هذه هي السياحه وهذه هي المغامره. راني قلت لكم في واحد الشاطئ اللي مشهور به سيدي مروان اللي امام المناره. والله البلاصه هذه يجوا لها والله ما تندموا. تبعني اي واحد يقدر يدير كوبينغ، يقدر يدير كما نقولوا حنايا بالعربيه تخييم. مرحبا بكم. مطعم إلياس مفتوح للجميع بأسعار تنافسية، جودة ونظافة، مأكولات عالمية. مرحبا بالجميع. عند خونا الياس هنايا يبارك مطعم بامتياز جاي في مدينه تونس، يعني المأكله 10 على 10. السلام عليكم، في مدينه تونس ومعايا الاخ منير وصاحبي عزيز عليه بزاف من ولايه شلف. المهم رانا داخلين وقاصدين واحد الشاطئ ما على باليش، بعض العادات والتقاليد، كذلك نشوفوا بعض المعالم الاثريه وبعض المعالم الاسلاميه، كذلك مشهوره بالقصبه، مشهوره ببعض المساجد اللي عندها تاريخ وعندها خصوصيه. هذه هي تونس القديمه، راح نشوفوا نبين لكم بلايص ان شاء الله مشهوره بها مدينه تونس. المهم كما راكم تشوفوا تونس القديمه، كما راكم تشوفوا الهندسه المعماريه تاعها شغل كما القصبه. هذا المكان اللي رانا متواجدين فيه في تونس المتواجده بالجزائر اسمها باب الرحبه. هذه راكم تشوفوا يعني كامل تونس. هنا كاين واحد المسجد هنا. هذا المسجد اللي جاي في تونس هو يحتل المرتبه الثالثه افريقيا. مرحبا بكم. كما قلت لكم هذا هو المسجد اللي مسجد سيدي احمد بن غزال اللي مشهوره به مدينه تونس. داخل المسجد هنايا يتميز بعض الفسيفساء اللي عجبتني بالبزاف، ذلك الهندسه المعماريه تاعو اللي تدل عنده قرون، كالسطح تاعو كما راكم تشوفوا. السطح تاعو مصنوع من خشب، يدل على انه مر بعض الحضارات، ربما الحضاره الرومانيه او الحضاره العثمانيه. شوف هذا المنبر من الاقل المساجد اللي موجوده في الجزائر تقريبا. ما حكى لي المرشد السياحي قال لي عنده 18 قرن. هنايا راني مع السي يوسف ومنير، من احسن الناس اللي عرفتهم في تونس، والوجهه تاعنا كانت لسيدي مروان والمناره. رانا وصلنا للمناره تاع سيدي مروان، معايا الاخ ناصر بولحيه ومعايا كذلك منير. لا هما قال لك مازال ما داروش القانون تاع التخييم هنايا، ولكن مناره سيدي مروان ما شاء الله رانا نشوف الشيء. لا رانا رايحين لهذا المغاره الشيخ. نبين لكم
الشاطئ صخري بصح الوصول تاعو بالقارب كما قلت قابلكم المناره. هاي المناره هنايا تاع سيدي مروان الشاطئ الصخري. نزوم لكم باش هذا قادرين ديروا فيه التخييم. هاو القوارب ديجا القوارب راهي هنا. هاهم القوارب رانا متواجدين بواحد الجبل هنايا قادرين ديروا التخييم فيه. قادرين كذلك جولي هنايا ها هو هذا قادرين ثاني تفوتوا فيه التخييم. وهذا المغارة هذه جاية في مدينة تنس سيدي مروان. يا رب بسم الله. أنا داخل هذا المغارة هذه. هي ماهيش كبيرة بزاف هذا المغارة صح. هاي بالك هاو نشوفو نشوفو في الفيديو. ندير التيو هنايا ما على باليش هذا التيو وين يدي. كنت تشوف راه ريسك هنا راني داخل. شوفوا هنا راني الناس قال لك ما تخافش كاش حنش هنايا ولا كاش. راكم تشوفوا هنا منير هاهم الجماعة تحت لي. راكم تشوفوا الجماعة ليه. هاهم الجماعة راكم تشوفوا الجماعة وراهم هنايا وراني داخل في المغارة هذه. شوفوا هنا راني المهم رانا هابطين. راه معايا منير هنايا الشيخ يوسف راه تعب. راني هابط لواحد المكان قادرين تجيو تبحروا فيه ما يبانش ولا كل حاجه. هو عمي يوسف راكم تشوفوا. ها هو عمي يوسف نزوميه. شوفوا عمي يوسف. عمي يوسف قال لك دير لنا ديديكاس للناس تنس. المهم باش نعاود للناس راني متواجد بالمناره. هذا الشط الثاني راني هابط ليه اللي جاي سيدي مروان بالمناره اللي هو شاطئ صخري مجهول. انا هبط اقسم بالله غير مكان سياحي بامتياز الله يبارك. انا عجبني ما شاء الله. شوف قرني من باش نوصل ميساج للناس تنس باللي جينا نزوروا بلادكم ونستكشفوا. الراس هنايا مشى هنايا مصروع من راسي هنا ولكن الحمد لله سلامات. هذه هي السياحه وهذه هي المغامره الحمد لله. المهم هذه المغاره الاولى اللي جايه في سيدي مروان. المهم جينا ناكلوا ساندويتش هنا. هو الشيخ يوسف وهو منير بصحتك. الله. المهم حنا بعد ما نفطروا نروحوا لبيتزيريا تاع خونا الياس. البيتزيريا تاع خونا الياس عثماني الله يبارك. الذوق 10 على 10. المهم نكملوا الفطور تاعنا ومن بعد نروحوا لواحد المكان السياحي اللي يعيطوا له العذراء ثم نختموا الجوله السياحيه تاعنا. يا رب بقاو على خير. المهم الجوله السياحيه تاعي بولايه تنس راهي كملت. راح نشوفوا هذا الفيديو بعض الاماكن السياحيه اللي تقدروا تزوروها وكذلك هذا العذراء هذه اللي وراي سياحي جاي اعالي مدينه تنس وان شاء الله تزوروه واكيد راح يعجبكم المكان. يلا ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير وما تنساوش الدعم قناه رفيق الجزائري صفحتي سياحه ومغامرات. ما تنساوش الدعم والاشتراك والمشاركه الفيديو والصفحه مع الاحباب. يلا بقاو على خير. سلام.